تعالي بقى نتبل الكبده البانيه باكتر طريقه متكروته في الحياه. بصي، في ثانيه الا ثانيه. انا هنا عندي تتبيله الكنتاكي، خدت منها معلقه ويا دوبك الملح وعصرت ليمونه بس. تتبيله الكنتاكي دي اللي متابعني عارف انها عندي. انا ببقى مجهزاها: توم باودر، بصل باودر، بابريكا، حبه ريحان، حبه جنزبيل، يعني تتبيله كده ببهارات كتير مع بعضها. دي عندي جاهزه، باخد منها معلقه بالظبط. حرفيا ربع ساعه تقلي بعديها الكبده هتطلع معاكي حكايه. وانا بقى كنت بقلي طاسه بطاطس جنبها. الكبده دي بالنسبه لي الاكل المنقذه، يعني اللي هي ايه، يعني عندي اكل بايت بعملها جنبيها، اللي هو كده عارفين ايه، ما بتلحقيش يعني في ثواني بتكون جهزت واتعملت. انا هنا عندي بقى بقليها برده ناعمه معاها حوالي 3 معالق فيجيتار، يعني عارفين كده، او معلقتين. يعني انا حطيت 5 معالق رده قصادهم معلقتين كبار فيجيتار. الكبده بتاعتي كانت كبيره شويه فابتديت اقطعها عشان تبقى يعني مقاسها مظبوط في الطاسه. خلاص انا كده خلصت. هخلص الكميه بقى وهبتدي اقليها. انا بحط حبه زيت قليلين لان زيت الكبده بيترمي، مش محتاجه انك تكتري الزيت يعني. يعني الكبده من الحاجات اللي بتزفر الزيت، وحرفيا ما ينفعش الناس تعمله في اي حاجه بعد الكبده. فاحط حبه قليلين عشان هرميه. احتاجت بزود. ايه احتاجت دي مش عارفه بقى، يعني اللي هو يعني انا بحس ان انا وانا بصور بقول حاجات غريبه والله يا جماعه. بقول اكسنتس غريبه، يعني اللي هو كاني من بلد غير البلد، عارفين انتوا كده. كل الناس على راسنا والله، بس يعني هو انا بتريق على نفسي يا جماعه. بتنمر على نفسي قبل ما حد يتنمر عليا. وانا بسجل مش وانا بصور يا خراشي كمان. بصوا خلاص كده كنت هخلص الكبده. على ما خلصت الكبده انا ببقى مغطيه طاسه البطاطس، ما بقلبهاش. بلاقيها احمر، يعني لقيتها احمرت في اخر طاسه. ما تنسوش بقى يا احلى اخوات في الدنيا، لو وصلتوا لغايه هنا اللايك والشير والسبسكرايب، لان ده دعمكم ليا وده اللي هيكبر القناه بتاعتي عشان عيلتي الصغيره تكبر بيكم. هنا خلاص كانت البطاطس بتاعتي خلاص اتحمرت. ولو عندي اكل بايت، انا كان عندي مكرونه وكان عندي كشري، بس الكشري كانت لسه في الميكرويف بتسخن. وادي الاكل. باي باي.